نعم، سياسة التضييق على المعلومة والإقصاء هو توجه سياسي ممنهج واضح من قبل المنظومة الحاكمة اليوم ومن قبل مجلس النواب أيضا، الذي وهي آخر مؤسسة انتصبت يعني في هذه المنظومة السياسية وسارت على نفس نهج التضييق ونهج الإقصاء، ويريدون أن يحددون مربعات عمل الصحافة وهوامش عمل الصحافة، في حين أنه احنا جينا اليوم حتى نقول أنه هذه قرارات إقصائية، قرارات رجعية متخلفة لن نقبل بها. جئنا حتى نرفضها بكل وضوح، وجئنا حتى نقول لرئيس مجلس النواب أنه ليس من حقك أن تمنع الصحافة من دخول المجلس، ليس من حقك أن تمنع الصحافة من حقها في النفاذ إلى المعلومة، ليس من حقك أن تمارس وصاية على الشعب التونسي وتمنعه من متابعة أشغال مجلس النواب، وتمنع النواب وتمارس وصاية أيضا على النواب بعدم التعاطي مع وسائل الإعلام. هذه سياسة واضحة يمارسها رئيس مجلس النواب، وهو متى يقدم المغالطات والتبريرات المضحكة، في حين أنه هو يعني بدأ ولايته على رأس مجلس النواب بقرارات إقصائية، بقرارات يعني لا تبشر بخير، بقرارات تعبر على عقلية متخلفة وعقلية إقصائية يعني تحكم هذا الرجل، وهي العقلية التي سيحكم بها مجلس النواب القادم. هذا أمر خطير جدا. نحن كنقابة وطنية للصحفيين لن نسكت عن هذه الممارسات، وعلى الرأي العام والمجتمع بصفة عامة أن يدين هذه الممارسات الإقصائية التعسفية التي ينفرد بها إبراهيم بودربالة، ويجب أن يكون متى رئيس مجلس النواب خاضع للمساءلة شأنه شأن بقية السلطات وبقية المسؤولين في الدولة.